بطن الولاده اللي عايشين بيها دي مش عارفين هتروح مننا فين. ان شاء الله اخر حاجه ممكن اجيبها، ضيعت فلوسي عليهم والله. اكيد كلنا بندور على كرسي، بقالي سنين بشتري كرسي بس مفيش ولا كرسي اشتريته اداني اللي انا عايزاه. طلباتي مش كتير على فكره، انا عايزه حاجه تشد البطن وفي نفس الوقت ما تخنقنيش، ما تكتمش على نفسي، عشان عايزه اعيش واتنفس عادي. اما بتبقى طريه قوي فما بتشدش البطن اصلا زي قلتها يعني من الاخر، يا اما بتخنق جدا 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 وما بعرفش اتنفس حرفيا وما بلبسهاش. البراند ده اسمه كيرف فالكسي، لقيته قدامي على السوشيال ميديا وقررت اني اجرب. بتشد وبترجع تاني بسهوله. هي دي الصوت الكامله بتاعتهم، شويه جامده بس في نفس الوقت مش شايفين، مش تقيله، لا خفيفه جدا. لبست الجامب سوت تاني بس حسيت ان الدنيا مش باينه قوي، فقررت البس البادي اللي ضيق عليا وحرفيا ما كنتش بنزل بيه من البيت. بصوا كده معايا، ايه ده بقى اصلا؟ يعني ما كانش بيبقى كده والله، ما كانش بيبقى كده خالص. بصوا، وفي نقطة مهمة بقى انه مش مضايقني، انا مش مخنوقة. اخيرا هنزل بالباديات اللي عندي ما بلبسهاش، مش مصدق نفسي يا لمبي. تحفة 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 تحفة، وعلى فكرة سعره تحفة تحفة تحفة، يعني مش غالي خالص على الكواليتي دي. الماتيريال تحفة، بتشد وفي نفس الوقت مش بتخنق، مش بتكتم على نفسك كده. فاهمين الاحساس؟ اللي مجرب كرسيات اكيد فاهم انا بقول ايه كويس قوي. بلس ان هو شورت كامل، يعني هو لحد الركبه تحت، فما فيش اي حاجه باينه من هنا، اللي هو الاسمه اللي بتبقى في الرجل دي مش موجوده خالص. وفي نفس الوقت هو شادد البطن كويس جدا ومش مضايقني ومش خانقني، فلا ده بيرفكت بصراحه، كل حاجه فيه مظبوطه.